فضايح صدام لقيناها حتى عند أبستين. شنو علاقة أبستين بصدام ودول الخليج؟ شيء أكيد راح تقول لي تجاب هاي على هاي. لا عزيزي، اكو وثيقة تاريخية من فضيحة أبستين فضحت هاي العلاقة الرومانسية. شوف هاي الوثيقة مكتوب بها تفاصيل التمويل الحربي اللي قدمته دول الخليج لصدام حتى يحارب إيران، وندخل بحرب بالنيابة مدتها 8 سنوات. هاي الوثيقة وحدها المفروض يفتحون عليها قنوات، بس الوطنشية مغلسين. واسمع تفاصيل هاي الوثيقة شو تقول. المجموع الكلي اللي قدمته دول الخليج هو 80 مليار دولار، 60 مليار من عتن دفعتن السعودية، و15 مليار دفعتن الكويت، و5 مليار دفعتن الإمارات وقطر. والسؤال هنا راح يطرح نفسه، مو هي هاي نفسها الدول اللي كانت تصفق صدام ودفعته حتى يحارب إيران؟ وهي نفسها اللي فتحت قواعدها العسكرية للغرب حتى يسقطوه ويذلوه، وهم نفسهم حاليا اللي يبكون عليه ومحتضنين عائلته وزبانيته. شنو تصنيفكم وشون نتعامل وياكم؟ ما أعرف. واليوم كان هنا أبستين وصدام ودول الخليج، وودعناكم.